همسة صغيرة قد تتحول يوما إلى صرخة. هناك أخطاء لا تصلحها كلمة آسف، وهناك كذب لا يغتفر، وهناك جرح لا تشفيه الأيام، وهناك لحظة بدلت الأماكن في القلب والعقل وغيرت ما كنا نعتقد أنه لن يتغير، وهناك حقائق لا تعود الحياة بعدها كما كانت إن اكتشفت. صحيح أن قلوبنا كبيرة، ولكن لا تستهينوا بحجم أخطائكم، فالبحر لم ولن يحمل السفينة إن ثقبت. صراحة ما تعيي تفدي في أخطاء الناس، ومع الوقت تولي ما تقدريش تتجاوز عن هذه الأخطاء. مانيش عارف، واحد كل ما يكبر بالك الجنة تضيق، مانيش عارف كيفاه. المهم عطوني رأيكم في هذه الهمسة الصغيرة في التعليق. سلام حبيباتي، نتمنى ما يدخل عليكم هذا الفيديو يلقاكم بألف خير. اليوم جبت لكم هذا الخبز الهشيش الخفيف القطني، بريوش بريوش بريوش، تاكليه غير وحده ويفوت كي الحسن على قلبك. المهم احتفظي بهذه الوصفه لرمضان ان شاء الله، ديريها في عينيك، تيليشارجيها وان شاء الله راح تلقيها في رمضان، ديريها في مائدتك وان شاء الله ما حش تستغني عليها. وقبل ما نبداو الفيديو نقول بسم الله توكلنا عليك يا ربي، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنا في الغيسيبيون وضعت ملعقه كبيره من السكر، وكذلك زدت لها ملعقه كبيره من الخميره الفوريه اللي راكم تفرجوني دائما تعودتوا على الخلطه اللي موالف نديرها، تجي شابه وتعطي ان لوفان هايل. هنا ضفت له كاس حليب دافي، وانا كان عندي اللبن، كان عندي غير نص كاس. يا الا عندك اللبن سوفيزامون ديري كاع كاس تاع اللبن. هاد الخبز باللبن يخرج ولا اروع. تبعي معايا الفيديو وان شاء الله وطبقي كل خطوه ان شاء الله راح تكوني ساتيسفات. انا زدت لها قليل من الفرينه وخلطت كل المكونات بالفوي، وراح نغطي ونخليه حتى يتفاعل هاد لوفان مده 15 دقيقه، باسكو انا في البرد خليه 15 دقيقه ومن بعد رجعي له. انا راح نغطيه وبعدها بعد كما قلت لك 15 دقيقه راح نرجع له، وهناك اضافات اخرى. لاحظي الخبز عفوا اللوفان تاعي كيفاه تفاعل حتى دار الفقاعات. انا ضفت الملح، ضيف الملح على حسب اللي تاكلوا نتوما، اسكو نصوص اسكو تبغوا المالح، كل واحد كيفاه يبغي. هنا ضفت الحبه الطيبه مع السانوج، هذه خطوه اختياريه، عندك ديري ما عندكش ما ديريش. ضفت لها كيس خميره كيميائيه، وهنا راح نضيف 4 ملاعق كبيره من الزيت، وراح نخلط كل المكونات. انتيا ما عندكش اللبن تقدري ديري 2 كيسان تاع حليب وتضيفي لهم ديك الملعقه ولا 2 تاع الخل، راح الحليب تاعك راح يولي كاللبن. المهم هنا ضفت الفرينه وراني بالفوين نخلط في المكونات. لاحظي انا هذه الخطوه دائما نقول لكم عليها في وصفاتي، خلط ضربي لو ميلونج تاعك، ماشي غير تضيفيه وخلاص. ضيف الفرينه او ميم طون خلطيه كيما تخلطي السفنج. هنا راح يجيك خفيف الخبز تاعك، كذلك راح يتهوى، راح يدخله الهواء. وهنا راح نضيف كذلك راني غير بالفوي راني نخلط ونخبط فيه. هنا راح نستغنى على الفوي وراح نستعمل يدي. هذا الخبز ساهل ماهل ويخرج كما شفتوا في اول الفيديو هشيش وقطني وخفيف ريشه. المهم هنايا نسيت هنايا بياض البيض، انتيا ضيفيه، احتفظي بالصفار، خليه باش تباديجوني بيه من الفوق الخبزه تاعك، والصفار والبياض ديريه في لو لوفان في الاول. هذه هي. هنا راني نضيف الفرينه بالتدريج حتى نتحصل على العجينه، وكذلك كما كتلاحظي راني نخبط فيها حتى تحصلي على العجينه طريه وتتلصق في اليد، ما تنشفيهاش. هذا هو السر، هذا هو السر. هذا الخبز العجينه ما تجيش ناشفه، تجي تتلصق في اليد. الا نشفتيها ما راح يجيك ثقيل، لكن خفيها خليها خفيفه وراح تلاحظي الفرق من تكوني راح تلاحظي الفرق من طيبه. المهم هنا راني نضيف فرينه حتى نتحصل على ديك العجينه. انا كان مازال خاصه الفرينه، راح نضيف حتى نتحصل على ديك العجينه اللي تكون راها طريه او ميم طون تتلصق لك في يدك.
واهلا وسهلا بكل المنضمين اللي انضموا للقناه مؤخرا. نقول لهم مرحبا بكم، نورتوني. وكذلك الاوفياء الاوائل نقول لهم راكم منوريني، ربي يحفظكم ولا يحرمني منكم. وان شاء الله تلقاو دائما الافاده والاستفاده معايا. المهم هنا كما كتلاحظي ضفت لها 1000 فانينه حتى تحصلت على ديك العجينه الطريه، ومازالها كما كتلاحظي راها تلصق في يدي. هنا راح نخبطها كما كتلاحظي، دائما خبطيها باه تتهوى لك العجينه. راه سهل بدون جهد. انا تبان لك باللي راني ديت فيها وقت، وانا ما ديتش فيها وقت كبير، غير لو طون اللي راه لاحظ العجينه كي راها تلصق في اليد. هنا راح ندهن يدي بالزيت وندهن الوجه تاعها، وبعدها راح نغطيها ونخليها تختمر للمره الاولى. هنا بعد ما طلعت دهنت يدي غير بالقليل من الزيت، وراني كذلك ننزلها في الخمر ونخبط او ميم طون. كما قلت لك هذه العمليه تاع الخبيط هي اللي تعطيك هذا الخبز الخفيف المهوي ويجي قطني. هنا لاحظي ما داتش معايا كذلك ميم با 2 مينيت. نزلت لها الخمور وخبطتها، ومن بعد هنايا راح لي المقطع. حكمت البابي كويسون درتها في السني وقسمتها العجينه تاعي، قسمتها على 2، وهنا بالاستعانه بالقليل من الزيت، ما درت لهاش الماء، استعنت غير بالقليل من الزيت، قسمتها على 2 وضعت خبزه في سني والخبزه الاخرى في السني الاخر. هنا راني نبسط فيها بهذه الطريقه، ما ترق نتيا على حسب اللي تبغي. المهم اذا بغيتيها رقيقه ولا بغيتيها غليظه، المهم نتيا ديري السمك تاع الخبزه تاعك على حسب واش تحبي نتيا، واش اسكو تبغوا القلب ولا ما تبغوش القلب. هنايا راح كان عندي داك لو جون دوف كما قلت لك، درت البلون دوف في العجين، والجون دوف استحفظت به. هنا درت له القليل من القهوه، وكذا كانت طايبه. وكان انت ما عندكش القهوه ديال النسكافيه ولا ما عندكش كاع النسكافيه، تنجمي ديري غير الحليب. درت لها هنايا القهوه مع القليل من الزيت باش يعطيني ديك لابغيونس، والقهوه باش تروح لي ديك الزفره تاع صفار البيض. هنايا خبزه اخرى، هذه في فيديو اخر، عفوا هذه صورتها من قبل، درتها بهذه الطريقه. وهنايا الخبزه الثانيه كذلك خبزتها. والخبزه الاولى لاحظي راني نزين فيها بهذه الطريقه. نحكمت السانوج راني نزينها بهذه الطريقه، تزينيها كما تبغي. تقدري دردري السانوج والحبه الطايبه من الفوق كما تبغي. وبعدها ندخلها في الفرن مسخن مسبقا درجه حراره 235، والكرياج فوق الوسط الفوق كاع. المهم راح طيب لك كيما تحت من الفوق بلا ما تشعل عليها من الفوق. هذه هي الخبزه بعد ما خرجتها، لاحظي كي خرجت طايبه من الفوق ومن تحت كيف كيما قلت لك. انا وضعت الكرياج الفوق وشعلت عليها على درجه حراره عاليه 235 درجه. المخبوزات دائما تبغي درجه الحراره تكون مرتفعه. لاحظي هنا انا وضعتها فوق الكرياج. لاحظي الطراوه تاعه خرج طري اسفنجي كما قلت لك، وقطن يفوت وحده. غير جربي الوصفه وما حش تندمي، وسجليها عندك واعتمديها في رمضان ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان. راح نقسم معكم الخبزه، راح تشوفوها كيفاه جات طريه. هنايا نقرب لكم الصوره كيف راها متقبه من الداخل، صافي راهي مهويه هاد العجينه وخرجت شيشه. غير جربوها وان شاء الله ما حش تندموا. هذه هي وصفتنا نهار اليوم. نتمنى نالت اعجابكم ورضاكم، ونتمنى تجربوها وتخلوا لي رايكم في التعليقات وتقولوا لي كيف خرجت معكم. تاكليها مع الشوربه، تاكليها مع قهوه حليب، تاكليها مع رايب، تاكليها مع الفرماج، مع كونفيتور، مع اي حاجه، وتاكليها غير وحدها وتفوت كي العسل على قلبك. المهم هذا هو فيديو نهار اليوم. نتمنى نال اعجابكم ورضاكم. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلوا لي تعليقكم، وكذلك ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ومشاركه الفيديو مع اهلكم واحبابكم لتعم الفائده. وكذلك ما تنساونيش داك الجيم هو اللي راح يرفع الفيديو باش يشوفه اكبر نسبه من الجمهور.
خليتكم في امان الله وحفظه، ونخليكم مع الصور الممتعه وخليتكم في امان الله وحفظه. تبقى على خير. نصيحة: إذا ما خبروك لا تسأل، وإذا ما عزموك لا تروح، وإذا طلبت شيء اطلبه مرة، وإذا كنت محتاج كتير ممكن مرة تانية وبس. وإذا اتصلت وما ردوا عليك لا تتصل مرة تانية، رقمك مبين عندهم. نصيحة: لا تسأل حد عن مكانتك عندهم، لا تنق، لا تعاتب كتير، لا تلاحق، لأنه بكل بساطة المهتم بأمرك ما رح يخليك تعمل كل اللي قلت لك لا تعمل. للأسف غالبا لا يعرف الناس قيمة ما تفعله لأجلهم حتى تتوقف عن فعله. نعم للأسف هناك من يأخذك بشكل بديهي taken for granted، أنك تعطي ولا تنتظر شكرا ولا حتى ذكرى، تعطي وكأنه واجب عليك. أنت من تسأل، أنت من تتواصل، أنت من تدعم، وأنت من تدفع، وأنت من تتحمل.